النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل اخفاء لكلمة اورنج من اسم شبكة الواي فاي، ونغير اسم شبكة الواي فاي، ونغير باسورد شبكة الواي فاي، ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي. راوتر اورنج الجديد الفيديا سيل اخر اصدار من شركة اورنج. الراوتر ده فائق السرعات، موديل H188A. تمام. طيب H188A، اول حاجة هنيجي نفتح كده المتصفح بتاعنا ونكتب 192.168.1.1.1 وهنقول انتر. هيبدأ يفتح معانا الصفحة بالشكل ده. تمام. هيطلب مننا يوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر. هنكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر ونرجع ليكم تاني على طول. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر هنبدأ نقول لوج ان. تمام. هيبدأ يفتح معانا بالشكل ده. نختار حاجة اسمها لوكال نتورك. بعد كده يا شباب هنضغط على دبليو لان. من دبليو لان هنختار حاجة اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنضغط عليها. تمام. بعد كده يا شباب هتشوف اي شبكة انت مفعلها عشان تبدأ تسحب منها واي فاي. تمام. انا بالنسبة لي مفعل شبكة اس اس اي دي 1. تمام. لو ضغطت على اس اس اي دي 1 هتلاقي جايب لي اس اس اي دي نيم، ده اسم الشبكة. اسم الشبكة هنا مكتوب اورنج داش احمد. اورنج داش احمد. تمام. طيب انا عايز بقى اعمل اخفاء لكلمة اورنج، عايز اخفي كلمة اورنج من اسم الشبكة، يعني مش عايز كلمة اورنج داش دي تظهر في اسم الشبكة تاني. كل اللي علينا هنروح قافلين اس اس اي دي 1 وهنيجي نعمل لها اوف. كده احنا قفلنا اس اس اي دي 1. اس اس اي دي 1 كده احنا عملنا لها اوف. تمام. لو نزلت برضو هتلاقي عندك اس اس اي دي 5 لو انت عندك شبكتين في الراوتر اللي هي 2.4 و 5 جيجا هرتز او ال 5 جيجا هرتز. تمام. لو لاحظنا كده ضغطنا على 5 اس اس اي دي 5 هتلاقي برضو فيها كلمه اورنج داش. تمام. يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل حضرتك كل اللي عليك عشان تعمل اخفاء لكلمه اورنج من اسم الشبكه يبقى هتبعد عن اس اس اي دي 1 و اس اس اي دي 5. تمام. يعني لو انت مفعل الشبكتين دول اختار من اول شبكه اللي هي شبكه 2.4، اختار منها شبكه اس اس اي دي 2 او 3 او 4. طيب لو انا مفعل شبكه رقم 5، تمام، اللي هي 5 جيجا هرتز. تمام. هنبدا نعمل ايه؟ يبقى هنبدا نفعل مثلا لو انا مفعل الشبكه الثانيه اللي هي 5 جيجا هرتز هنبدا نفعل اس اس اي دي 6 او 7 او 8. تمام. ونبعد عن 5 ونبعد عن رقم 1. تمام. عشان دول اللي فيهم كلمة اورنج بتظهر في اسم الشبكة. تمام. واحنا عايزين نخفي كلمة اورنج من الشبكة. تمام. طيب انا دلوقتي بقى عايز اختار، هبدأ اختار ايه؟ انا ممكن اجي دلوقتي اختار مثلا وليكن اس اس اي دي بقى 4 او 3 او 2. انا ممكن مثلا اجي اختار على اس اس اي دي 4. تمام. هاجي انا 4 اول حاجة هعمل لها تفعيل عشان تتفاعل معايا وتظهر في اي حاجة بتلقط واي فاي. تمام. هبدأ اضغط عليها كده هنلاقي هنا مكتوب اس اس اي دي نيم اس اس اي دي 4. تمام. فانا هبدا اكتب مثلا وليكن هنخليها احمد. تمام. بالشكل ده. تمام. كده انا خليت اسم الشبكه بتاع الواي فاي بتاعتي اسمها احمد، هتظهر على اي حاجه بتلقط واي فاي اسمها احمد. تمام. طيب اس اس اي دي هايد. اس اس اي دي هايد دي خاصه باخفاء الشبكه. انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي فهحدد على اون. كده انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. طيب هنيجي هنا لثالث حاجه وهي الحمايه. هنختار اخر حمايه طبعا هنختارها عشان بتكون حمايه قويه شويه. بعد كده هنيجي لاخر حاجه وهي تغيير الباسورد بتاع شبكه الواي فاي. تمام. لو عملت شو كده هيبدا يظهر لك انت الباسورد كام. هتلاقي مكتوب 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. طيب انا عايز اكتب بقى اي حاجه تانية. ممكن اكتب A وبعد كده 1 2 3 ات مثلا. بعد كده اعمل حرف الاي كبير. بعد كده اعمل ايه؟ شباك واكتب 1 2 3 مثلا. يعني بكده انا غيرت باسورد الواي فاي من 1 ل 9 الى ايه 123 ات ايه شباك 258. تمام. كده انا غيرت باسورد الواي فاي. كده انا عملت ايه؟ غيرت الباسورد الواي فاي. لو شلت علامه الصح من شو باسورد كده جابها لي نقاط. طيب لو انا عايز اظهرها هبدا اعمل شو باسورد يظهر معايا. بعد ما عملت الاعدادات دي هبدا اضغط على ابلاي.
تمام كده حفظ معاه البيانات. هنكرر كده بسرعه عشان تكون فاهم. تمام هنا اس اس اي دي نيم خاصه باسم الشبكه، ده اسم شبكه الواي فاي. اس اس اي دي هايد لو محدد على 1 كده هيبدا يعمل لك اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام بعد كده تالت حاجه هنختار اخر حاجه عشان تاخد اقوى حمايه. بعد كده اخر حاجه ده الباسورد بتاع الواي فاي، ده باسورد ايه؟ باسورد الواي فاي. تمام لو شلنا شو باسورد كده جابها لي نقاط. طب لو انا عايز اظهر باسورد هبدا اعمل كده شو باسورد هيبدا يظهر لي معايا. ده كده احنا غيرنا باسورد الواي فاي. غيرنا ايه؟ غيرنا باسورد شبكه الواي فاي. تمام وبعد كده نضغط على ابلاي. من ابلاي كده هو حفظ معايا البيانات. تمام بعد ما حفظ معايا البيانات زي ما انتم شايفين كده، هنرجع برضو نقول لكم لو حضرتك عايز تعمل اخفاء لكلمة اورنج من اسم شبكة الواي فاي يبقى ما تفعلش شبكة اس اس اي دي 1 ولا تفعل شبكة اس اس اي دي 5 لو عندك شبكتين في الراوتر. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.